السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل بقى الكيكة الرهيبة التحفة ديت اللي عاملة زي قطعة الجاتوه، مش مكلفة، اللي بتدوب في البق دوب. شايفين جميلة ازاي؟ يلا بقى بينا على مقاديرها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مستخدمة كوبايتين من الدقيق، وعدد 3 من البيض، وعليهم كوباية من الحليب، ورشة من الفانيليا. هخفقهم الاول في الخلاط الاول. تمام اوي كده اهوت. وارجع الشفشق تاني برضو اجيبه، احط عليه طبعا كوباية من الحليب، ونص كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل. تمام كده اهوت. واخفقه تاني في الخلاط. طبعا مستخدمة معلقة كبيرة من بيكنج باودر، ورشة من الملح في قلب الدقيق، ومعلقتين كبار من الكاكاو. هقلبهم طبعا. طبعا دهنة القالب زبدة قبليها. شايفين؟ طبعا هعمل تاني بقى، احطه ايه بقى في القالب اهوت على درجة حرارة 180. ما بتقعدش في الفرن الا نص ساعة. تعالوا بقى نعمل بقى الصوص الكراميل اللي معانا على بال الكيكه بتاعتنا ايه ما هتطلع من الفرن. انا مستخدمه طبعا حله اهو، حاطه عليها كوبايه من السكر، ومعلقه من الميه، وطبعا كوبايه من الحليب، وعليها معلقه من النشا صغيره. بس طبعا انا مش هعمل كل ده دلوقتي الا لما يكرمل معايا، يديني اللون ايه الفاتح ده الجميل ده، الدهب الفاتح. تمام كده اهوت. زي ما انتوا شايفين اهو اتكرمل معايا واداني اللون جميل. هنزل بقى عليها بكوبايه من الحليب، واخر حاجه معلقه من الزبده. تمام كده اهوت. الكيكه طبعا خرجت من الفرن، استنيتها لما بردت. اخرمها كده اهو بقى، واديها ايه كوبايه حليب عشان تديني طراوه من جوه. تمام اوي كده. تعالوا بقى نعمل ايه الكريمه معانا. انا مستخدمه كوبايه من الكريم جانتيه، وطبعا رشه من الفانيليا، وعليها معلقتين كبار من الحليب البودر. وهقلب كل الكلام الجميل دوت، وانزل عليها ايه بكوبايه من الحليب. تمام كده. وعليهم طبعا معلقتين سكر بودر. خفقتها مع بعض اهوت. تعالوا بقى ايه نفردها بقى في الكيكه الجميله الرهيبه ديت. احطها بقى في التلاجة لحد الصوص الكراميل ما يبرد معايا. شايفين جميل ازاي؟ اضيف عليها بقى الصوص الكراميل اهو. جميله جدا. تعالوا بقى نطلع بقى منها قطعه ونشوف الجمال دوت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا زي ما انتوا عايزين. شايفين جميله ازاي؟ تحفه وهشه، ومش قادره اقول لكم عليها بصراحه ربنا، ومش مكلفه خالص. تعالوا بقى ندوها كده مع بعض. الله عليها بصراحه. تحفه جدا. الله ايه الجمال ده، بتدوب في البق دوب والله زي ما انتوا شايفين اهو. يلا بقى يا حبايب قلبي، قولوا له ايه رايكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.